السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم الترمس السريع اللي بيستوي في اقل من يوم ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبنا الترمس ونقيناه كويس وتأكدنا ان مفهوش اي شوائب، غسلناه وتأكدنا ان المية بتاعته بقت نضيفة. حطيناه بقى كده 4 ساعات في المية دي، وبعد ال4 ساعات هناخده كده ونحطه على النار ياخد له غلوة واحدة بس. اوعي تخليه على النار يغلي كتير، ودي اهم خطوة. يا دوبك بس شايفة زي ما انت شايفاه كده اهو بدأ يغلي. شلت الرغاوي البيضة من على وشه وبعد كده طفيت عليه. هسيبه بقى في المية المغلية دي ليلة كاملة. يعني غلى النهاردة هسيبه لتاني يوم الصبح. هبدأ افتح عليه وهوريكم شكله عامل ازاي. ده كده بقى تاني يوم. اللهم بارك، شوفوا لما فتحت عليه لونه اصفر وجميل واستوى وكان حلو قوي قوي. هبدأ دلوقتي بقى احط له تتبيلته، عبارة عن كمون وملح وكزبرة وبابريكا وشطة، وبقلب الكلام ده كله كويس مع بعض. وهبدأ اخد كده معلقتين 3، اخد بس الحياء بتاع الترمس بتاعنا كده اهو وبس. هنسيبه بقى ساعتين في التتبيلة الحلوة دي يتشرب من الملح، وبعد كده تبدأي تقدميه بقى لأولادك أو ضيوفك بألف هنا وشفا. هتاكلوا أحلى ترمس سريع وما خدش مننا وقت. اعصري بقى عليه ليمون كده وحبشيه بقى بشوية حركات كده وهيبقى حلو قوي. حطي بقى على الوش كده شوية كمون وشوية شطة وبألف هنا. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون كده خفيف وفيديو صغير بس تكوني استفدتي منه. في ناس كتير على فكرة مش بتعرف تعمل الترمس وما بيعرفوش يغلوه ولا يعملوه كده من غير غليان. فالتجربة الحلوة اللي ممكن تعملي بيها ان هو بياخد غلوة كده اهو، بيطير اي مرارة، مع انه بيكون حلو يعني مش ممرر، بس بيستوي اسرع وبيبقى حلو جدا. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم وشكرا ليكم وسلام.